السلام عليكم. تعجبني قصيدة من أنا للشاعر اليمني أسامة محمود الرضا، يقول فيها: خيال الليل يسكن في رؤايا، وخيل الصمت تسهل في دجايا، صراخ الآه يسخب في فؤادي، وكل الحزن يخلق من أسايا، سؤال كشر الأنياب نحوي ويسألني بعنف: من أنايا؟ يعاتبني ويظنني بماذا، ويسأل من أنا ولم عنايا، يحاول مقتلي ويريد صلبي، فأهرب نحو أحضان المرايا، يسأل من أنا وأنا سؤال تذيله القنابل والشظايا، أنا طفل عمري 1000 عام، وليد غد وأسكن في صبايا، أفتش داخلي عني فأحبو إلى أمسي ولا ألقى خطايا، أنا جفن ضماه الدمع نعيا، أنا الطوفان يعبر في حشايا، أنا الموؤود في رمس الأماني، أنا حلم تغازله المنايا، أنا ابن الريح والأمطار أمي، وخلف الغيم تمطرني الحكايا، أنا وطن تؤرقه دموع، جفاف الأرض يسقى من بكايا، أنا لون سماوي حرون أكابر أن أعيش بلا سمايا، أنا نجم تؤرقه الليالي، أنا ركن حبيس الزوايا، أتعرفني لتقرأ صمتي بوحي، أتدرك ما تخبئه شفايا، أنا عني فقيد لم أجدني، وتحملني كطفل تحمله يدايا، أوار داخلي أوجاع قومي، وأحمل فوق أكتاف الضحايا، خفافيش المساء تنال صبحا، وصبحي مات حزنا في مسايا. السلام عليكم.